مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. معكم نوال من قناة طبخ الخياطة مع نوال. اليوم بغيت نشارك معكم واحد البيتزا او فطيرة اللي كتجي زوينه وسهله بدون جبن. اللي ما متوفرش عنده الجبن او هذا، فهي بيتزا زوينه وتفرحي بها هكا الوليدات. المهم خدمت بشي حوايج اللي متوفرين عندي في الدار، يعني ما زدت شي حاجه، وسهله وكتحضر فرمشة عين. في البدايه على بركه الله كما كتشوفوا هنا عندي في هذا لو بول او هذا الاناء انا وضعت جبانه كبيره ديال الفورص ونص جبانه ديال الفينو، ها هويا، ووضعت فيهم بيضه وحده وشويه الملح والابزار. هذه مقادير العجين، واي واحد عنده شي عجين خاص به كيديروا ديال البيتزا كيجي مزيان يديروا، يعني ماشي بالضروري ديروا نفس هاد المقادير او هذا. وهنايا غنضيف واحد المعلقه ها هي ديال السنيده باش كتعطيها باش تتحمر لينا وكتعطي فيها واحد لوغو زوين ومع داك الابزار. وهنايا راه درت ربع كاس ديال زيت الزيتون، كاس عنبه ها هويا ديال زيت الزيتون. هذه هي مقادير العجين، ساهله ماهله وكتحضر فرمشه عين وماء دافئ لجمع العجين. دابا على بركه الله انا دابا غادا نشرع باش غادا نحضر هذا العجين ونتلاقى معكم. راك شفتوه بسيط، فيه غير جبانه ديال الفورص ونص جبانه ديال الفينو، بيضه واحده، شويه الابزار، الملح، معلقه كبيره السنيده، ربع كاس عنبه زيت الزيتون وماء دافئ لجمع العجين. هذه هي مقادير العجين، هي دابا سالينا منها. دابا غندوزو باش غتشوفوا الحشو اللي غنرافقوا به هاد البيتزا. كما كتشوفوا هنايا، هي هنايا عندي هذه كفته ديال الدجاج كنت خدمت بها متبله، كانت بقات ليا راه متبله بالعطريه وبالبصيله والثومه. وهنايا عندي هاد الجبانه هي فيها خليط ديال بصيله. دابا راه خارج وقت البصيله الخضاريه، راها بنينه دابا في هذا الموسم. درت غير بصيله وفليفله حمراء وفليفله خضراء، وضروري زيت الزيتون باش غادي نشحر هاد الحشو اللي غنرافق به هاد البيتزا. وهنا كما تشوفوا هي عندي الصوص طوماط، هي حضرتها. وهنايا كما كتشوفوا راه نسيت، سمحوا لي، هنايا واحد المعلقه صغيره هي رانا واضعاها وكانت مدرقه عندي بهذا لو بول. هي ديال الخميره الفوريه، خميره الخبز او الخميره المعجونه، ها هي رانا نسيتها. ودابا انا كما شفتوا دابا انا هكا تندير هذا العجين هكا غير برؤوس الاصابع، ها هو. دابا عاد غنبدا نضيف في الماء، وان شاء الله ملي نحضر العجين راه غادا نتلاقى. مشاهدينا الكرام، هيا دابا العجينه ديالنا هي راه حضرتها وخليتها ترتاح على جنب. وهنايا كما شفتوا انا كنشحر ديك الفليفله الحمراء والخضراء، شحرتهم بزيت الزيتون والملح والابزار. اما الكفته فهي راها متبله ان شاء الله وغنتلاقى معكم. مشاهدينا الكرام، هيا دابا ديك العجين كنطلقها هكا كنبسطها. ودابا كيف ما بسطتها كناخذ ديك الصوص طوماط، ها هي كنديرها كامله هنايا. مشاهدينا دابا هي بعد ما وزعت ديك الطوماط صوص طوماط، دابا انا غنبدا ندير في هاد الكفته والفلفله والبصله. مشاهدينا الكرام، هي دابا بعد ما وزعت ديك الكفته والبصله والفلفله الحمراء والفلفله الخضراء، دابا غنبدا نقوم بهذه العمليه. ها هي غنبدا نرولي، ها هي بشويه بشويه. ها هي دابا هي بعد ما كملتها وروليتها كنشد داك العجين هكذا وتندير ليه هكا باش ما تحلش ليا وتسرب ليا ديك الحشوه. ها هي ودابا انا غناخذ واحد السكين وغنبدا نقطع. ودابا هي غنبدا نقطع تقريبا شي 2 سنتيم بحال هكاك، 2 سنتيم اللي غنبدا نقطع. الشوها ملي كنقطعها كتعطيني هذا الشكل بحال الشنيك. ها هي وتناخذ هنا هاد الصينيه، ها هي دهنوها بالزبده او بالزيت وكنبدا هكذا
تنحط. ها هي غنديرها على شكل بحال شكل الخليه. ها هو معايا يكون شي سكين اللي زوين. ها هي شي هكا كتعطيني بحال شكل الوريض. مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الكرام، هيا البيتزا رولي. هيا بعد ما كملتها في الصينيه على شكل خليه. دابا انا غندخلها للفرن، ولكن قبل ما ندخلها للفرن غادا نزينها بشويه ديال حبه البركه او الحبه السوداء. ها هي كيبقى لكم كتعطي فيها واحد النسمه زوينه. اللي بغى يدير الخشخاش، اللي بغى يدير الجنجلان، كل واحد يدير داكشي اللي بغى. ها هي ودابا انا غادا ندخلها ان شاء الله للفرن ونتلاقى معكم. مشاهدينا الكرام، ها هي البيتزا ديالنا رولي على شكل خليه النحل. ها هي راها وجدات وطابت. انا يلاه جبتها من الفرن. ها هي راه باقا سخونه، وانا دابا غادا نوضعها في طبق التقديم. ها هي راه كتحط هكا بسهوله. ها هي هانتوما شفتوها الشكل اللي جات عليه. نتمناها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. فرشتوها مقاديرها بسيطه، بيتزا تفرحوا بها هكا الوليدات الصغار ويفرحوا بها حتى الكبار. يعني ما فيهاش شي حاجه اللي صعيبه، وبدون جبن. حتى الناس اللي ما كيبغيو يديروا بيتزا ويعكزوا على الجبن، فهي راه ما عندهمش الجبن، كيقول لك ما غنديروهاش، فهي راه كتجي زوينه. وانا دابا غندير معكم واحد هذا باش تشوفوها. هانتوما شفتوها كيفاش كتجي. ها هي كتجي محمره. ها هي راه باقا سخونه. هانتوما شفتوها كنديروا لها غير هكذا. هي باقا سخونه. هانتوما شفتوها ها هي كتحمر من التحت وكطيب. ونتمناها تنال الاستحسان ديالكم وتجربوها. وشكرا.